ليه قصة النهاردة غريبة ومرعبة، والأغرب إن كل اللي هيحصل فيها عمر دماغك ما هتستوعبه، وأنا واثق إنك مستحيل تتوقع نهايتها. قبل ما نبدأ اعمل لايك واشتراك في القناة وركز معايا عشان هنبدأ الحكاية. خدنا شقة إيجار من سنة، حاجة كده في آخر الشارع، هادية زيادة عن اللزوم، حتى الجيران مش بنشوفهم. بس كان فيها حاجة غريبة، من ساعة ما دخلنا الشقة دي وأنا ومراتي ما كناش على وفاق، دايما بنتخانق على أتفه الأسباب. وفي يوم بنت صغيرة دخلت الأوضة وبتقولي وهي بتضحك: أنا شفتك خارج من أوضة ماما امبارح بالليل، هو انتوا خلاص اتصالحتوا؟ وقفت مكاني مخضوض. ملك حبيبتي، انت بتقولي ايه؟ بقولك يا بابا انا شفتك خارج من اوضه ماما امبارح، ولما دخلت الاوضه ماما لقيتها مبسوطه حتى بستني. بلعت ريقي بصعوبه. انا بنام في غرفه الاطفال الفاضيه بقالي اكتر من 3 شهور بعد ما اتخانقت مع مراتي، ولا عمري قربت من اوضتها ولا بكلمها اصلا. نزلت ورحت الشغل وانا دماغي مشغوله. الكلام اللي قالته ملك الصبح لسه بيرن في وداني، بس كنت بحاول اقنع نفسي انها يمكن خلطت بيني وبين حلم شافته. ورجعت من الشغل على المغرب ولقيت مي مراتي محضره الاكل وريحته ماليه المكان. استقبلتني بابتسامه وقالت لي: الحمد لله على السلامة يا حبيبي. استغربت جدا، احنا لسه متخاصمين ومراتي مش من النوع اللي بترضى بسهولة. قلت لها: هو في ايه يا مي؟ مش كنا زعلانين من بعض؟ قالت لي وهي بتضحك: انت بتهرج صح؟ احنا اتصالحنا من زمان، ده حتى امبارح جيت نمت بدري وما كانش عوايد. ساعتها جسمي اتشل. اتصالحنا من زمان؟ مسكتها من دراعها وقلت لها: انطق يا مي، انا ما دخلتش اوضتك دي امبارح ولا قبل كده. مين اللي كان عندك؟ بنتي كانت مرعوبة وقالت وهي بتعيط: بس يا بابا انا شفتك فعلا، كنت انت، انا متأكدة. قلبي بدأ يدق بسرعة. هل ممكن فعلا بمشي وانا نايم؟ بس لو كده ازاي اعمل كل ده وانا نايم؟ الصمت اتكسر لما مي قالت وهي بتعيط: وبعدين دي مش اول مرة، كل يوم بتدخل عليا في نص الليل وبتعمل حاجات مش طبيعية. وانا كنت ساكتة بس عشان البنت. الكلمة وقعت عليا زي الحجر، فضلت واقف مصدوم. الكلام اللي داخل وداني مش قادر استوعبه. انا بدخل اوضتها بالليل وبعمل كده وانا نايم؟ مستحيل. قررت اني انام في الاوضة بتاعتها النهاردة. دخلت لبست البيجامة ورحت على الاوضة، بس الغريبة ريحة عطر مي مراتي طالعة من هدومي. لما دخلت الأوضة فجأة سمعت صوت نفس حاد من شخص نايم على السرير، ومي أساسا في الحمام ومفيش غيري في الأوضة، أنا متأكد من ده. قربت وأنا خايف ومديت إيدي وشلت الغطا واحدة واحدة، وهنا كانت المفاجأة الغريبة. اللي كان نايم على السرير كان أنا، نفس الوش نفس البيجامة اللي أنا لابسها، بس اللي كان نايم ده وشه كان شاحب بيتنفس بصعوبة، كان صدره بيتقطع كل ما بياخد نفس. مديت ايدي عشان المسه، بس قبل ما صباعي يلمس جلده عينه فتحت وبصلي بنفس نظراتي، بس كانت نظرات ميتة. اتجمدت مكاني ومش قادر اتحرك، وهو رفع ايده بهدوء وحطها على صدري، وبصوت غريب خرج من بقه وقال: ارجع مكانك، الدور مش دورك النهارده. في لحظة حسيت ان الدنيا بتسود حواليا وقلبي وقف. وصحيت الصبح وانا على السرير في اوضة الاطفال اللي بتعود انام فيها، بس الغريبة ان هدومي كانت متغيرة. قمت مفزوع وجريت على اوضة مي. الباب كان مفتوح والسرير فاضي، مفيش اي صوت في الشقة غير صوت بنتي اللي كانت بتعيط من جوه المطبخ. رحت جري عليها ومسكتها من كتفها وقلت لها: في ايه يا ملك؟ ماما فين؟ ردت وهي بتعيط: بابا ماما طلعت من الشقة مع واحد شبهك بالظبط، بس كان شكله بيخوف قوي. وقالت لي حاجة غريبة: بابا التاني ده وحش، ضربني وخد ماما وقال مش هتشوفيها تاني، بس انت بابا الحقيقي صح؟ خدتها في حضني وطمنتها وقلت لها ما تخافيش من حاجة. الليل نزل بسرعة غريبة. كنت قاعد في اوضة الاطفال انا وبنتي، تليفون مراتي ما بيجمعش، كل شوية افتكر كلام بنتي وصورتها وهي بتقولي ماما طلعت من الشقة مع واحد شبهك بالظبط. هو ده ممكن يكون حقيقي؟ انا حاسس اني بحلم. راحت عليا نومة. صحيت الصبح لقيت كل حاجة عادي جدا. بنتي كانت موجودة جنبي، ولما خرجت بره لقيت مراتي بتحضر الفطار. حاولت ابدأ بكلام كويس: صباح الخير يا مي. الغريبة بقى ان هي ما ردتش. رديت بصوت اخشن شوية: مي انت كنت فين امبارح؟ قالت لي وهي متعصبة: انت هتستهبل، انت عارف كويس جدا اننا لسه ما تصالحناش.
وبعدين انا في البيت هروح فين؟ طبعا انا سكت مش عارف اقول ايه. يعني كل ده كان حلم؟ كلت ونزلت الشغل من غير ولا كلمة. الحمد لله اني فقت من الكابوس ده. بس الكابوس ده كان فيه حاجة حلوة واحدة بس، مي فيه كانت مبسوطة. من زمان ما شفتهاش بالشكل ده، وقررت بيني وبين نفسي اول ما اروح اصالحها حتى لو كان بينا ايه. خدت تصريح من الشغل وروحت بدري، بس اول ما دخلت حسيت ان مفيش حد موجود في الشقة. دخلت اوضة بنتي لقيتها نايمة، وقررت اروح اوضة شيماء. الطرقة كانت فاضية والنور اللي في الاخر بينور ويطفي لوحده. خطواتي حسيتها تقيلة وكأن في حاجة بتقولي مش مفروض اروح في الاتجاه ده. دوست خطوة في التانية في التالتة لحد ما وصلت للأوضة اللي كانت بتنام فيها مي. الباب كان مقفول بس من جوه طلع صوت، وده كان صوتي أنا. كنت سامع نفسي بضحك وبقول نفس الجملة اللي قلتها لها من زمان أول ما اتجوزنا: انت ريحتك دايما بتفكرني بالبيت. قلبي وقع، حطيت ودني على الباب وسمعت صوت همسات خفيفة. رجعت خطوة لورا والباب اتفتح لوحده. الضلمة كانت في الأوضة كلها وما كانش فيه غير نور خفيف طالع من المراية الكبيرة اللي في آخر الأوضة. حاولت أقرب منها واحدة واحدة، بس لما دخلت الأوضة كانت الصدمة. شفت انعكاسي بس بيبتسم وعينه سودة وكأنه نسخة شريرة مني. مد ايده من جوه المراية وقال لي: قلتلك الدور مش دورك، خلاص خليني أعيش مكانك للأبد. والنور قطع فجأة، وآخر حاجة شفتها ايدي وهي بتتسحب جوه المراية وايده هو بتخرج منها. لو فاكر دي نهاية قصتي تبقى غلطان، دي كانت بس